بتحتاري بقى في الفطار والغدا؟ تعالي بقى النهارده نعمل شويه قرص طريه كده مبسوسه بطريقه سهله جدا وبسيطه وكميه حلوه كده تكفيكي. تطلعي الكيس مع كوبايه شاي بلبن او حته جبنه، واحلى فطار في الدنيا او عشاء بالليل. جميل، وما تحمليش هم الفطار في اي حاجه، طريه جدا وطعمها خطير 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 بجد. يعني جربوها مش هتندموا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي يا غاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطينا هنا 3 كيلو دقيق، كيسين خميره فوريه، كيسين بيكنج باودر. حطيت 5 معالق سكر كبار، وحطيت معلقه ملح صغيره، وقلبنا بقى كل ده كده مع بعضه. ونزلت بقى بنص كيلو سمنه دافيه. خلاص، اي نوع سمنه عندك. وبس سيحتها على النار ونزلت بيها على الدقيق، ونبست بقى الدقيق كده زي ما احنا زي ما انتوا شايفين كده، شويه كده لغايه ما الدقيق يعني السمنه تتغلغل في كل الدقيق، ما يبقاش فيه دقيق خالص ما فيهوش سمنه. بعد كده التلاتة كيلو التلاتة كيلو قرص خدوا مني كيلو، كيلو وربع لبن، وعلى حسب برضو نوع الدقيق اللي انت ايه هتستعمليه. وحطيت كمان كوبايتين زبادي، وحطيت كمان معلقه خل صغيره. بعد ما عجنتها بقى وظبطتها وكل المكونات دخلت في بعض، بنجيب بقى علبتين قشطه كده. ممكن تستغني عن الموضوع دوت وتحطي حته زبده، وممكن ما تحطيش خالص، هي كده حلوه قوي. بس احنا هنا حطينا القشطه يعني عشان تطعمها وتديها يعني طعم جميل، وفي نفس الوقت ايه تبقى متكامله الغذاء، اللي ياكل منها حته كده تبقى مفيده كده وجميله جدا لاولادنا. بس كده، بعد ما لفتها ما تعجنيهاش كتير، لفيها بس كده وغطيها بكيس، وغطيها بقى بملاية، وسيبها تخمر براحتها خالص. خلاص، انا هنا سبتها لحد ما عملت الاكل وخلصنا واتغدينا، وبعد كده قعدنا بقى. بصوا ما شاء الله كمية العجين ما شاء الله تضاعفت جدا. بس بعد كده زي ما انتوا شايفين بتعملي بقى حتة القرصة كده ايه، كور كده زي ما انتوا شايفين، على قد ايه ما انت عايزة. يعني انا ايه عملتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وغطيتها بقى عشان وشها ما ينشفش. ونبتدي بقى ايه نبططها. بصوا، بططيها بقى رقيقة يعني عشان لسه هتخمر وعشان لسه هتدخل الفرن. فهي ما شاء الله يعني ايه زي ما انتوا شفتوها في اول الفيديو كده. يعني احنا مرققين التبطيطة، بس ايه عايزة اقول لكم، بعد ما خمرت بتزيد شوية كده، وبعد ما تدخل الفرن بتزيد برضو شوية. وانتوا شفتوها بقى في اول الفيديو. عايزة بقى تحطي جواها جبنة، تحطي جواها عجوة، اللي انت عايزاه. وهنا طبعا عشان ما شاء الله الكمية كبيرة، فطبعا كفة الصواني بتاعتي خلصت كده خلاص، فقمت عملت بقى في الصينية، وكنت بحط كيس بين رق وراق، كيس واحط وكيس واحط. وبعد كده غطيت كل ده تاني بالملاية لغاية ما خمر شوية، وبعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة متوسطة من تحت، وولعت يا بنات من فوق ومن تحت. وكل شوية بتشقلبي الصاج، يعني بتقلبي الصاج الناحية التانية، يعني المرة دي كان هنا، المرة دي كده. كل مرة تقلبيه. بصوا، وتحطيها في الرف اللي في النص، ما تحطيهاش من تحت مباشر. تمام. بصوا ده شكلها من فوق زي من تحت. ولعي من فوق ومن تحت مع بعض عشان ما تطلعش ما تنشفش منك في الفرن. وده بيكون شكلها طعمها خطير. وعايزه اقول لكم طريه جدا، وهوريكم دلوقتي. وهنكمل بقى بقيه التسويه زي ما انا قلت لكم. بصوا يا بنات، طريه جدا وطعمها جميل. وعايزه اقول لكم القشطه مديالها طعم خطير. وطبعا انا هنا عشان مستعمله سمنه بلدي فطعمها جميل جدا. بس هنفضي بقى الكمية، وكل ما بتطلعي بتفضي وتغطي وتفضي وتغطي لغاية ما تخلصي الكمية كلها. وبعد كده هقولك طريقة حفظها ازاي. بصوا يا بنات، القرص بتتحدث عن نفسها. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان الكل يعملها. بجد طريقة سهلة جدا وبسيطة، ويعني مش عايزة اقول لكم طعمها يجنن. لو جربتوها مش هتبطلوا ابدا تعملوها. ما شاء الله 3 كيلو عملوا لي الكمية دي كلها. بصوا، خطيرة بجد، لازم تجربوها. اللي مجربهاش يعني فايته كتير بصراحة. ولا تحتاري بقى الصبح تصحي وتحطي مثلا في اللانش بوكس 2 لبنتك او ابنك، ومثلا يعني معاها بتاعة عصير وخلاص على كده. ممكن تحطي لها فيها جبنة وتلزقي لها 2 في بعض. بصوا بقى، انا هنا بحطها في اكياس كده وبحطها في الفريزر. ودي بقى حبايبك، ودي صحابك، ودي اهلك وكل اللي انت عايزاه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك، وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. بحبكم قوي، سلام عليكم.